السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها الشعب الجزائري العظيم داخل وطن أو خارج وطن. موضوعنا اليوم هو الملك المغربي محمد السادس الديوث يدعو رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون لزيارة المغرب للحوار والتشاور. نعم، هكذا عنوان الصحافات المغربي بأن الملك دعا تبون لزيارة المغرب. علاش دعاه زعما خاوتي؟ دعاه بسبب عدم حضور الملك اللقيط محمد السادس إلى القمة العربية في الجزائر، وكذا عندما قال رمضان عمامرة وزير الخارجية أن المغرب ضيعت فرصة لا تعوض. نعم، هذه كيسمح الملك محمد السادس وارسلها له برويطة هذاك ولا بريطة ولا مش عارف، ارسل له هذه الكلمة. الملك محمد السادس تفزع، قال لهم باللي كانوا يا يفتحوا معنا الحدود يا يرسلوا لنا الغاز يا هكذا. هم يقولوا ماشي انا خوتي، هم عناوين راه تقول الصحف باللي الملك محمد السادس عندما سمع باللي كانت الجزائر سوف يستقبل عبد المجيد تبون وكذا وكذا، محمد السادس خمم مع راسو قال له لازم نستدعيه لهنا للمغرب. بصح هذه عمرها ما تسرع باللي الملك عبد المجيد تبون يجي للمغرب. انت مريض، نتوما مرضى مهابل باش تخموا رحمه في والديكم. نقولوا لي باش تخموا عبد المجيد تبون يجي للمغرب للحوار مع محمد السادس اللاقط. يا خا على مهابل يا خا، نتوما مرضى ما تخموش. كيف فيه العصفور خاوتي حبيت فيه العصفور هو اللي يروح للشجره ولا الشجره تروح للعصفور؟ حنا نتوما راكم محتاجين، نتوما تجوا لينا وتركعونا وتبوسوا على يدينا يا الحمير. نتوما اللي محتاجين، احنا مانا محتاجينكم. ما نفتحوا لكم الحدود، ما راح نستقبلوكم. وحنا ماذا بينا كي ما جاش المجيد هذا الملك محمد السادس هذا اللاقيط. غير البارح خاوتي فتحوا في الجامعة، فتحوا تاع اليهود هذيك المصلى تاعهم ولا ما على باليش كيف يقولوا كلابي. هذو يهود حابين حنايا نفتحوا معاهم، نساوها باللي الجزائر عمرها ما تفتح الحدود. وذوك نزيدو نكبروا بنيان، نزيدو نعلو ونديروا الالغام باللي واحد ما يزيد يجي للمغرب الجزائر وتحوسوا تحلوا الحدود. نساوها، وانتوما غلطتوا، لازم انتوما تعتذروا يا الكلاب. انتوما تعتذروا ولا ما كاش منها قاعد. انسى باللي الجزائر تفتح معاكم الحدود ولا ترسلكم الغاز ولا والو. لازم نتوما تجوا تعتذروا على الافعالكم تاع وقت الاستعمار الفرنسي. ممكن نخموا مع رواحنا، ممكن يا نقبلوه يا ما نقبلوش. تحيا الجزائر والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.